السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. اليوم انزل حلقة عن شرح اللعبة بالتفصيل بشكل كامل، وطبعا اللاعبين الجديدين اللي ما يعرفون اللعبة هذا الشرح مخصص لهم، وواحد من عندهم طلب من عندي هذا الشيء فاني حبيت اسوي له هذا الطلب. طبعا اول ما تفتح اللعبة وتحملها وتسجل، طبعا سهل التسجيل مالتها والتحميل، تجيك هالقائمة هيج تجيك بهاي الشكل. انت تختار، هذا يعطيك متاحة لك 4 شخصيات اللي هي الكاسر، هذا الشخصية الكاسر، والساحر، والقناص، والقزم. هاي شخصيات ال4. بعدين ان شاء الله بالحلقات الجاية افصل لكم خصائصها وش تحتاج وش لازم لها، ويعني بالمستقبل شو اسوي بيه. بس اول شي نعلمكم على اللعبة وش تلعبون بيها. بس اول شي يعني تسوون يعني نسوي لكم كاسر. هنا القائمة هاي من هنا البنية والولد، البشرة، والشعر، هير شعر، واللحية، وبس. نسوي شكل مرتب، ايه شكل حلو. هاي القائمة اللي هنا طبعا ويا كل شخصية تسويها تقدر تشحن او يعطوك هدية ويا بس تشحنها. هاي هنا تقريبا $3 $4 هيك شي، ما ادري ما اعتقد. المهم 1.079 دولار امريكي، وهنا 2.29 دولار امريكي. العفو، هذا الزي هو هذا ويا ما تشحن بهاي الفلوس. هذا الزي، وهذا الزي ويا حصان، هذا الحصان اللي خلف، وهذا زي، والنمر هذا زي طبعا شكله خرافي، وهذا النمر، وهذا المرافق. هذا المرافق يعطيك more expression point when defeated enemies، يعني يعطيك 5% من مستوى الخبرة او مستوى نقاط الخبرة، يعني الليفل مالتك ورا وما تقتل وحوش. وهنا تنين، طبعا التنين خرافي، وهذا الزي الاخرفن الخرافي، وهذا التنين الثاني اللي 20% اولي 20% من نقاط الخبرة بعد قتل الوحوش، يعني نقاط الليفل. نحط الاسم، نكتب اي شيء او نكتب اسم قناتنا، هاي مير كوساين. العفو اني طبيت في العرض. هنا راح تنزل اول ما تبدأ تلعب هنا. راح اشرح لكم هاي القوائم كلها بالتفصيل الممل. نبدأ من هاي القائمة الاعدادات، continue playing يعني تطلع من هاي القائمة. setting هنا battle text وهاي السوالف، يعني ما اكو داعي تلعب بيهن، بس بهاي تطلع لك الانترنت، سرعة الانترنت مالتك، وتفتح تسده. فانا افضل انه اخليه حتى اشوف سرعة نتي. هنا الرؤية او الجرافيكس هنا تسوي له اوف، وهاي ما يكون داخل بيها، يعني تزيد الوضوح، قلل الوضوح مال اللعبة حتى يعني الاجهزة ضعيفة كلش ما تصير عندهم بها لاق. هنا الظل، هنا شو اسمه يعني اعدادات متقدمة. هاي الاوف انا نظامها لان حاسبتي مو ذاك الزود. هنا الظل ميديوم
وهايت واوف، وعندك اللو. خلي على اللو يعني يعطي اضافة حلوة كلش للعبة العفو. هنا اضاءة اللعبة، ما ادري شنو هاي. هاي الاضاءة، هاي القامة مال اللعبة. وهنا الالوان يطوخن او يقللهن، فانا افضل اقويهن دائما. ما اعرف ليش كانت هنا، بس افضل انه اقويهن لان شكل اللعبة يصير خرافي. هنا الاصوات انا منص الصوت كلش، يعني باقي شوي منصيه كلش على مود التصوير. هنا الكنترول اظن ماكو احد ما يعرف ليه. هاي يعني اضافات زائدة، يعني خاف تحتاج فيحطوا لك اياهن. هاي الويندو، النوافذ، السيت تفتح الخصائص الشخصية وهاي السوالف. المهم نيجي على قائمة الاحتفالات. بس حاليا ماكو اي احتفال بهذا الليفل 1، فماكو اي احتفال يعطوك اياه. هاي يعني احداث او HC يعني دائما تجي، ونبدي الشرح منها أنا احسن. هنا خصائص اللعبة، اسم الشخصية، الليفل، ونوع الشخصية. هنا ايش قد باقي لك للليفل 2. الضرر، هنا بكان الضرر، سرعة الضرب، هنا مستوى الضرر او يعني قوة الضرر اللي موجودة بهاي الخانة او بهاي الخانة ذني. هاي الاولى وهاي الثانية. اذا اشيلها العفو، هنا ما لازم تظل فارغة. اذا اخليه هنا يتحول الضرر لهنا، اذا اخليه هنا يتحول الضرر لهاي الجهة. المهم الدم، الريج بعدين من نرفع ليفل عود افهمكم عن الريج. مستوى الدفاع، مستوى الصد يعني لما يضربوك احيانا الضربة تجي صد فتقل معدلها، او يعني تقل معدلها حسب هذا الدرع. يعني هذا وهذا واحد يعتمد على الاخ. هذا مستوى يعني عدد الضربات اللي يعني اذا يعني شلون افهمكم اياها. الضربات مرات تجي صد تقلل مستوى الضرر بشكل قوي، وهنا كل ما زاد كل ما قل مستوى الضرر. اعلى شيء لهن 80%. القاضية مرات تضرب ضربة تجي لون اصفر لون الضربة مثل هاي، حاليا ابيضية. هنا تعليمات يعطوك، يقول لك هنا رايت كليك تو مونستر، يعني شوف لونها ابيض. مرات تجي صفرة هي القاضية. مستوى القاضي يعني مرات تجي صفرة، هذا مستوى القاضي يزيدها. نانو الريزيستن او الدفاع، المقاومة العفو. هنا الرتبة، خصائص الرتبة. انا نو رينك العفو، يعني ما لعب اي معركة ابد. هاي الرينك تعتمد على هاي القائمة، هسه اجيكم عليها. نو رينك النقاط مالتي 0 ما لاعب. وهنا منه يعني اذا اجي مع 400 نقطة يعطيني رتبة كانديات، يعني كانديات او شي ما اتذكرها تحديد، يعني مبتدئ. هنا بوينت توداي يعني نقاط اليوم، اللاعبين اللي قتلتهم، وهاي المعارك اللي اخوضها، المعارك الشاملة هذني الاصفار يعني معارك كليتن. هنا المعارك باليوم الواحد هاي العفو، وهاي المعارك اللي لعبتن. المهم هنا الرتب، نو تايتل يعني نو رتبة، واقدر اخليها بهاي هذن هاي القائمة مال رينك، وهالقائمة من الانجازات تجيبها من هنا. كل ما تخلص انجاز يعني تخلص انجازات ترفع يعطوك رتب. اوكي هسه نجي على هالقائمة، قائمة الكويست او جنرال.
جنرال. هنا الكويست المهام مثل هاي المهمة، تاخذ هاي المهمة. عفوا يقول لك سيرش، ابحث عن فورت. المهم ابحث عن هذه. هنا الانجازات لما تخلص المهمة يعطوك جوائز. هنا نطلع 20 اكس بي، وليفل 2 يريد 100 اكس بي. نروح نقتل وحوش. طبعا الوحوش كلش سهلة، وشغلك كله بالماوس. واللعب هذني 1 2 3 4 5 6 و7، وهذني رايت كليك، هذني على الماوس وهذني على الكيبورد. رقم 1 يعني الارقام مال الكيبورد. هذا بكان مستوى الدم مالك. دمي هسه حاليا 120 دمي مثل ما قلت لكم. وهاي دروبس او الجواز اللي لما نقتل وحوش يعطوني اغراض تنزل من عندهم. طبعا هذا السيف دائما ينزل، لان هاي المرحلة التدريبية يسمونها، فدائما ينزل. يقولك التقط، ولما تلتقط تطلع لكم اشارة هنا يقولكم افتح المخزن. هذا الانفنتوري المخزن مالك، هذا كل شي يتعلق بالمخزن مالك. يعني هنا كل شي. هذا نبي 7 فتحات، يمكن 1 2 3 4 5 6 7 8 فتحات. اول فتحة ب 180 1600 لؤلؤة. هذا اللؤلؤ تجمع اللؤلؤ. طبعا صعب تجيبه شوية، يعني اكثرهم يشحنون حتى يفتحون مخزنهم. بس اول وحدة يعطيك 160 لؤلؤة، والباقي ب 400 لؤلؤة، 4000 لؤلؤة العفو. شلون تشتغل بالعتاد؟ لما تريد تبدل تشوف السهوم هاي الخضر، اذا عليها سهم خضر وفايدك يعني حسب الخصائص اللي انت تحتاجها، فهذا ضرر اعلى، فنحطه بمكان السيف اللي عندنا، سيف المبتدئ. بعدين نروح العفو هالخريطة، خريطة مال البوكان مالتي اللي انا بيه بروتيس اوف دارنيس. المهمة اللي قال لي سيرش تو شخص. المهم هو هذا الشخص اللي هنا اللي قال لك عليه علامة الاستفهام، الاستفهام العفو. وجدناه، راح يعطيني هذا 20 نقاط خبرة. ورا ما نخلصها نروح المهمة اللخ. وهاي الخانة، خانة سكيلز يعني حركات. هاي الحركة الليفل 1 اللي هي عندي، وهاي حركة ليفل 2. هاي تعتمد على الريج. كل ما صار عندك تقريبا 20 ريجي، كل ما صار عندك 20 ريج اللي قلت لكم عليه، هذا الريج 20 من عنده هو صفر، لا بالكاسر يصفر. كل ما صار عندك 20 تضرب ضربة، ولعب الكاسر لازم تروح يم الشخص تضربه. وهاي رفعت ليفل. لما نرفع ليفل يصير يعني يقول لك هنا القائمة تفتح السكيلز، ويقول لك اكو حركة نزلت جديدة فنستخدمها. ونروح لغير وحش. طبعا هاي البوينت نقاط الدم. هذا وحش. هسه عندي اني 20 ريج. الريج ماي كاسر ينزل كل ما ظليت واقف، مثل ما ينزل كل ما ضربوك زاد، وانت يمين بهاي الحركة تقدر تنزله، كل ما تضرب بينزل. هسه انا جاي اضرب هاي الحركة ليفل 2. عفو هاي الحركة ليفل 3 اللي هي المهم نفس هاي، بس شنو هاي تضرب سبلاش دمج. هاي ضربة منفردة. هنا الدوامة تجيك ليفل 6 مع مرور الوقت ان شاء الله نتعرف عليهن كلهن ونتعلمكم عليهن ونحكي لكم نصائح عن كل الشخصيات ان شاء الله.
اتمنى تعطوني يعني لايك. هنا تقريبا هذا المكان المهمة، يخرج لك ساحر ويثبتك ويقول لك هاي العصا الي. المهم يعني جزء من اللعبة. نكتب دول الوحوش. طبعا هاي الضربة، كل ضربة تعطيك 8 ريج. شوف 8 ريج. هاي نزلت لي دروب اللي هي البدن، نزل لي بدن حتى نستر نفسنا بيه. وهاي طبعا العلامات التعجب هي تبين لك انه بداية مهمة او نهاية، يعني كملت المهمة مالتك، فتقبل المهمة وطلب من عندك. هسه هاي طلب من عندك مهمة، يعني هاي المهمة انت ما مستلمها ولا منجزها. يقول لك تعال علامة تعجب، تعال خذ المهمة. يقول لي go to the fortress forge and meet with master once more. نقبلها. طبعا الجواز مالته اللي هي 20 ليفل او نقاط خبرة و3 احجار. لما تموت يصحنك، يعني تقدر تعيش بيه. ندخل هاي بوابة المدينة الاخرى. طبعا المعلومية اول ما تنزل اللعبة تكون متعلق عندك هواية وثقيلة تصير، ذلك بسبب ان الخرائط ما محملة، والخرائط ياخذن تقريبا 2 جيجا. هنا علامة استفهام، يعني انتهت المهمة. نقبلها. طلب من عندي مهمة اخرى. طبعا هاي المهمة متكونة من 3 اجزاء، 1 أو 3. لما يجي لك بين قوسين 1 ورقم، يعني هاي المهمة من اجزاء. نستقبلها. يقول لي speak to Wayland the blacksmith about the buried Gwen. المهم نقبل المهمة ونروح نباوع بالخريطة. لازم نشوف وين بكان هذا، نلقاه هنا. طبعا اكو مرات يعني تقدم الليفل المهام يصيرن بغير مكان. شوف هسه كملت الجزء الاول، طلب من عندي الجزء الثاني. نقول له كولكت 8، يعني 8 اشياء، وجدت 8 اشياء وجدت شيء واحد. هاي المهمة بكانها بهاي البوابة، بنروح لها. good luck. طبعا هاي ال5 اشياء هي زين 5 اشياء هي هاي علامات الاستفهام الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. اما جد الشغلة الوحدة فهي هنا موجودة. لا العفو، هاي الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والشيء الوحيد هو اللي هنا. وكولكت يعني 8. هذا الوحش انت ما تندله وما تعرفه. هاي المعلومة شوي جدا مهمة لازم اقول لكم. هذا الوحش مثلا ما تعرف منين تجيبه، وما اقول لك عندك هنا كم بوابات، مثلا هنا بوابة وهنا بوابة. المهمة موجودة بهاي البوابة وانت لازم يعني تجي تدور هنا وما تندل. فش تدوس؟ دوس على هاي، دوس على المكان المهمة، فيقول لك يدلك على مكان الوحش اللي راح ينزل لك هذه المهمة او الصندوق او اي شيء. فنكت له. طبعا هاي الحركة الثانية. طفى النت، كهرباء طفت. لما ترجع الكهرباء اعود ارجع لكم. اعتذر على صوت الوشوشة في الفيديو، وما راح تتكرر غلطة ان شاء الله.